ازيكم طلبة سنة تالتة إعدادي مكملين مع بعض إن شاء الله حل امتحانات المحافظات من كتاب الامتحان لعام 2024. معانا النهاردة حل محافظة القليوبية، وهسيب لكم في آخر الفيديو بتاع النهاردة اللي هي حلول المحافظات رقم 1 و2 و3 اللي هي القاهرة والإسكندرية والجيزة. وهنبتدي مع بعض تكملة حل المحافظات اللي هي محافظة القليوبية. السؤال الأولاني في المحافظة في الجغرافيا بيقول هنا: أمام خريطة لقارة أمريكا الشمالية اكتب مدلول الأرقام الموقعة عليها. 1 مسطح مائي، طبعا ده هيكون المحيط القطبي الشمالي. رقم 2 نهر، ده نهر نيلسون واللي هو أساسا بيصب في خليج هيدسون. 3 إقليم مناخي، ده إقليم مناخي البحر المتوسط. 4 جبال الأبلاش. اكتب المصطلح الجغرافي الذي تشير إليه كل عبارة مما يأتي. 1 موقع المكان سواء قارة أو دولة أو غيرها بالنسبة للأماكن الأخرى، ده الموقع الجغرافي. 2 علم دراسة السكان ويدرس نمو وتوزيع وتركيب السكان، ده علم الديموغرافيا. بعد كده سؤال ج: ما العلاقة بين كل من هضاب وسط وشرق أفريقيا ونهر النيل؟ هقول تنبع من هضاب وسط وشرق أفريقيا روافد نهر النيل. تمام. سؤال ب أو 2: ما العلاقة بين معدلات تعليم الإناث وعادات وتقاليد بعض الشعوب؟ هقول هنا تؤثر بعض عادات وتقاليد بعض الشعوب في معدلات تعليم الإناث، مثل حرمان المرأة من التعليم في بعض المناطق حفاظا عليها أو بسبب المعتقدات الخطأ. 2 تفضيل الزواج المبكر للإناث، كل ده بيأثر على تعليم الإناث في بعض دول العالم. سؤال 2 ألف فيه بيقول لنا اختار الإجابة الصحيحة من بين القوسين. سهول فيضية تمتد من الشمال إلى الجنوب في قارة أمريكا الجنوبية، سهل نهر، طبعا ده هيكون لابلاتا. اشمعنى لابلاتا مش الأورونوكو؟ لأن سهول لابلاتا بتنبع من هضبة البرازيل وتتجه جنوبا حتى تصب في المحيط الأطلنطي، بينما نهر الأورونوكو بينبع من المرتفعات في شمال قارة أمريكا الجنوبية ويصب شمالا نحو المحيط الأطلنطي. فهنا لابلاتا لأن هو بيتجه أو جريان النهر من الشمال إلى الجنوب. يتركز رقم 2 يتركز سكان استراليا على السواحل، هقول له الشرقية. طبعا هنا عشان نعرف السبب، يعني بسبب وجود المدن الكبرى زي مدينة سيدني. 3 من السلالات غير النقية: الإسكيمو، العرب، الاستراليون الأصليون ولا الهنود الحمر؟ طبعا العرب، لأن العرب نتيجة الهجرات والفتوحات على مر التاريخ ده أثر على انصهار السلالات مع بعض فبقت سلالة غير نقية. سؤال 4 من الدول ذات الدخل الاقتصادي فوق المتوسط، دي هتكون المكسيك. بعد كده السؤال رقم ب في الجغرافيا: ما النتائج المترتبة على زيادة عدد السكان في معظم دول قارة آسيا؟ هقول له هنا رقم 1 نقص الغذاء، ب انخفاض مستوى المعيشة، رقم 3 قلة نصيب الفرد من الدخل القومي، 4 الهجرة غير شرعية للدول المتقدمة مثل دول أوروبا. بعد كده السؤال ج بيقول قارن بين إقليم المناخ الموسمي وإقليم مناخ غرب أوروبا من حيث موسم المطر، وتاني حاجة الخصائص النباتية. طيب بالنسبة لإقليم البحر المتوسط هتكلم فيه في موسم مطر وهتكلم فيه في الخصائص النباتية مع بعض. إقليم المناخ الموسمي، معلش سوري كده، إقليم المناخ الموسمي سوري. أول حاجة الموسمي تنمو فيه الغابات الموسمية، ده الخصائص النباتية. تمام. وحشائش السافانا، بينما موسم المطر في الصيف. الإقليم التاني اللي هو إقليم مناخ غرب أوروبا، هقول له طبعا موسم المطر طبعا طوال العام. الخصائص النباتية هقول له تنمو فيه الغابات النفضية ومنها أو مثل شجر الزيت. تمام كده، يبقى الأمطار طوال العام وتزداد في الخريف والشتاء، والخصائص النباتية في الغابات النفضية مثل الزيت. بعد كده هندخل على التاريخ ثانيا. بيقول لنا هنا أول سؤال ألف اللي هو سؤال رقم 3. السؤال الثالث ألف: أعد كتابة العبارات التالية بعد التصويب ما تحتها خط.
كان تحطم الأسطول في معركة ديو البحرية من عوامل التدهور الاقتصادي للدولة العثمانية. طبعا هنلغي الدولة العثمانية ونكتب الدولة المملوكية. شعر الجنود الفرنسيين بأنهم محاصرون في مصر نتيجة إيه؟ هقول له موقعة أبيكير البحرية. من مظاهر اهتمام محمد علي بتحسين الري في مصر حفر ترعة طبعا المحمودية. 4. أصبحت القوات البريطانية على مقربة من التل الكبير بعد احتلال طبعا مدينة القصاصين. تمام، هو بيقول المدينة اللي هو احتلها قريبة من التل الكبير، طبعا مدينة القصاصين. بما تفسر كان قليبر من أنصار جلاء الحملة الفرنسية من مصر. هقول له لأن قليبر أدرك استحالة بقاء الحملة في ظل الأخطار التي تهددها من كل جانب، مثل تناقص أعداد الجنود في المعارك الداخلية والخارجية، عودة المماليك للمقاومة، جيم إرسال الدولة العثمانية لحملة أخرى، تعدد ثورات المصريين في وسط الدلتا وغربها. السؤال الثاني بما تفسر لم ترضخ بريطانيا بسهولة بعد تولية محمد علي الحكم، طبعا لكي تطمئن على مصالحها الاقتصادية في المنطقة. السؤال الثالث بما تفسر ازدياد الأزمة المالية في عهد إسماعيل. هقول له لكم سبب. أولهم سياسة الاقتراض التي اتبعها من الدول الأجنبية للوفاء بالتزاماته ومشروعاته. رقم ب الإنفاق ببذخ على احتفالات افتتاح قناة السويس. رقم ج اعتماده في علاقته بالسلطان العثماني على تقديم المال والهدايا للحصول على الفرامات التي يوسع بها نطاق حكمه. رقم د. بس كده تمام كده. يبقى دول الثلاث حاجات اللي هم سبب ازدياد الأزمة المالية في عهد إسماعيل. بعد كده رقم 4 فشل مؤتمر الأستانة في تنفيذ قراراته. هقوله لأن بريطانيا كانت تستعد لضرب اسكندرية بالقنابل تمهيدا لاحتلال مصر، وهو ما حدث بالفعل. عشان كده مؤتمر الأستانة ما قدرش يعمل أو فشل قراراته كلها. سؤال جيم بيقول لنا هنا ماذا يحدث إذا فشل السلطان العثماني سليم الأول في الاستيلاء على إمارة ذي القادر المملوكي؟ تمام، إيه اللي هيحصل؟ يبقى لم يخرج، هقوله هنا لم يخرج السلطان الغوري لمواجهة سليم الأول، ولم تحدث معركة مرج ضابق. بيقول لنا هنا ما رأيك في موقف الشعب المصري من مشروع معاهدة لجنة ميلنر. طبعا ده موقف وطني بدرجة عالية، لأن مشروع المعاهدة كان سيؤدي استقلال مصرا استقلالا سوريا. تمام كده. بعد كده عندنا السؤال 4 ألف. في أي عهد من حكام مصر حدث ما يلي؟ أغلقت معظم المدارس وتم تخفيض حجم الجيش. طبعا ده في عهد عباس باشا الأول. تكليف محمود سامي البارودي بتشكيل الوزارة فبراير 1882. ده هيكون الخديوي توفيق. 3 إلغاء دستور 1923 وإعلان دستور 1930. طبعا ده هيكون الملك فؤاد. 4 عرض قضية جلاء القوات البريطانية على مصر على مجلس الأمن. ده هيكون مصطفى النحاس. تمام. بعد كده اكتب ما تشير إليه كل عبارة من العبارات الآتية. ملكية الدولة للأراضي ممثلة في السلطان العثماني ويتم زراعتها عن طريق تكلفة الفلاحين. ده هيكون حق الانتفاع. 2 حروب خاضها محمد علي ساعدت على نمو فكرة الانفصال عن الدولة العثمانية. ده هيكون حروب اليونان. هيئة تم إنشائها للفصل في القضايا المدنية والمنازعات العقارية بين المصريين والأجانب. طبعا دي المحاكم المختلطة. 4 طبقة اجتماعية ظهرت وارتبط نموها الاقتصادي باستمرار الاحتلال البريطاني لمصر. هقول له كبار الملاك والأعيان. سؤال جيم بيقول لنا دلل تاريخيا على صحة العبارة التالية. للحملة الفرنسية
في مصر إصلاحات في الزراعة في الصناعة والزراعة. هقول له هنا، قال له في الزراعة من خلال تنوع المحاصيل الزراعية والاهتمام بمشروعات الري. في الصناعة من خلال إنشاء مصانع للنسيج وبعض الصناعات الدقيقة والدباغة وحروف الطباعة. بيقول لنا السؤال الأخير، دال ما النتائج التي ترتبت على إدراك محمد علي على حاكة الجيش والأسطول إلى فنيين ومتخصصين. هقول له أدى ذلك إلى اهتمام محمد علي بالتعليم والثقافة لحاجته لتخرج فنيين ومتخصصين للعمل بالجيش والأسطول. وبكده يا جماعة يكون انتهينا من حل محافظة القليوبية من كتاب الامتحان لعام 2024. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ويا ريت الفيديو ده يوصل لأكبر عدد ممكن علشان الكل يستفاد. شكرا ليكم وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.